مكون محمد الأطلس متعاقد مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف في مجال الطاقة الشمسية. قامت غرفة الصناعة التقليدية والحرف بتجهيز ورشة للتكوين في مجال الطاقة الشمسية. لتبسيط هذا التكوين مجهزة بكل الأجهزة الخاصة بالتكوين، من أدوات التركيب وأجهزة القياس إلى آخره. كما قامت بتغذية الغرفة بمنظومة قدرها 12.5 كيلووات، وفي نفس الوقت لإجراء العملية التطبيقية عليها من طرف المتربصين في الورشة بالتعاون مع الوكالة التركية. هذا التكوين يرتكز على المحور النظري ومحور التطبيقي. النظري فيه 20% والتطبيقي 80%. في النظري يتطرق المتربص للكهرباء بصفة عامة والمخاطر تاعها وكيفية الحماية من مخاطرها. في القسم التطبيقي عندنا مرحلتين. يقوم المتربص بتركيب منظومة مؤمنة. هذه المنظومة المؤمنة خاصة بالمتربصين المبتدئين، ويقوم بتركيبها، وبعد ذلك ينتقل إلى تركيب المنظومة الحقيقية. المنظومة الحقيقية اللي فيها كامل الأجهزة الخاصة من ألواح شمسية، بطاريات إلى آخره، مع استعمال الأدوات والأجهزة، أجهزة القياس الخاصة بذلك. وبعد التركيب يقوم بتشغيل هذه المنظومة بعد ربطها بالألواح الشمسية الموجودة فوق سطح الغرفة. وبهذا يكون المتربص قد أتم تركيب منظومة كاملة حقيقية وإجراء التجارب عليها والقياسات اللازمة لذلك. كما يتطرق إلى عملية الصيانة في هذه المنظومة. يتعرف المتربص على كيفية إجراء الصيانة الدورية مستقبلا. هذا التكوين الذي يرتكز على هذا البرنامج الثري وكل هذه الأجهزة الموفرة في المرء حسب التجربة من قبل قامت الغرفة بتكوين حوالي 300 متربص ابتداء من سنة 2019 إلى حد اليوم. أغلبهم راهم في الميدان، ولجوا ميدان العمل بإنشاء مؤسساتهم الخاصة كحرفيين أو كمقاولين في المجال. قمت بإنشاء مؤسستي الخاصة وهي شغل الكهرباء والطاقات المتجددة، وتحصلت على عدة مشاريع في ميدان الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية في بلدية أورلال. وقمت بإنجاز مشروع الطاقة الشمسية لمناطق الظل في بلدية كيمل وبلدية منعا. والحاجة المليحة في المؤسسة هذه المرافقة في إنجاز المشاريع الأولى. كما نعلم أن ولاية بسكرة استفادت من 3 محطات في إطار المشروع 2000 ميجاوات لوزارة الطاقة اللي تشرف عليه شركة سونالغاز. هذه المحطات موزعة كالآتي: محطة في خنقة سيدي ناجي، الغروس وولاد جلال.